وحشتوني وحشتوني، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. كل سنة وأنتم طيبين وربنا يجعل أيامكم خير وبركة ورزق من الرحمن. إحنا في شهر شعبان، أول شهر شعبان. النهاردة أول يوم في الشهر. طيب فاضل لنا إن شاء الله 29 يوم على شهر رمضان الكريم. والله بقدوم شهر رمضان أنا ببقى فرحانة زي الطفلة الصغيرة بالظبط كده لما بتفرح بفانوس رمضان وتفضل تتنطط من الفرحة. آخر يوم في شهر رمضان الواحد بيودع رمضان بدموع عينيه. فربنا يا رب يبلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويكون في أحسن حال، اللهم آمين يا رب العالمين. لو أول مرة بتشوفوني بحب أعرفكم بنفسي. أنا زينب ودي قناتي، أتمنى تنوروني بلايك واشتراك وكومنت جميل منكم علشان يوصلكم كل جديد. سموا وصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، واذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بصوا بقى، أنا جايبة شوية حاجات قلت أوريها لكم وأقول لكم أنا بجيب إيه لشهر رمضان علشان أشيله. خلاص ده فاضل كام يوم، بس أنا طبعا بشيل من الأول. انتوا عارفين ان الواحد دايما بيشيل شويه فضه، بيشيل شويه حاجات، فبيجيب شويه حاجات كده ويعينها لشهر رمضان. كل واحده فيكم بتبقى عامله كده، بس في ناس بيفضلوا يقولوا ايه ما بيعجبهمش العجب ولا الصيام في رجب. يفضلوا يقولوا ايه، طب احنا نشيل رمضان ليه؟ شهر رمضان شهر زي اي شهر. لا انتوا عارفين شهر رمضان شهر زي اي شهر في ايه؟ في المصاريف اللي بتاخديها من جوزك فقط لا غير، اللي هو مصروف البيت. بس شهر رمضان للعبادة وجميل وبنحبه وكل حاجة وبنتمنى ان احنا نقضيه على اكمل وجه. بس عايزة اقولك ان بيبقى في سحور، بيبقى فيه حلويات، النقطتين دول بيتضافوا لشهر رمضان. وبيبقى فيه عصاير، فطبعا بتستخدمي سكر للحلويات. فالحاجات دي بتنقص من المصروف. انا زيكم لما بمسك مصروف البيت بفضل اقول واحد وواحد يساوي اتنين، هنجيب كذا وهنعمل كذا. وانا النهارده بستخدم في الشهر 10 كيلو رز او مثلا 15 كيلو رز. طب وبستخدم 4 كيلو شعريه بعمل، فاللي هو ماشيه بالورقه والقلم. طب هنيجي في شهر رمضان ابص الاقي نفسي زودت ايه، انا بستخدم في الشهر 4 كيلو سكر، هابُص ألاقي نفسي في رمضان استخدمت 8 كيلو سكر. ما فيش واحدة تقول لي ليه يا مدام زينب، لأ، علشان خاطر إحنا بنعمل رز بلبن، بنعمل عاشورة، بنعمل مهلبية، بنعمل كنافة، بنعمل بسبوسة، كل الحلويات، وبعد كده بنعمل عصاير. فأنا باحب الصراحة مع النفس، الصراحة مع النفس اللي هي إيه، مصروف البيت هو اللي بتاخديه سواء باليوم، بالأسبوع، بالشهر، ما بيزيدش. ما فيش حد بيزوّد المصروف، ممكن تكون ناس بتزوّد مصروفها، بس إحنا كبيوت ليه؟ عشان هم كمان قبضهم بيبقى هو. ده كمان في بعض من الناس بيبقى الشغل قليل عندهم في شهر رمضان، فبنحاول بقى اليومين دول على قد ما نقدر نجيب شوية حاجات ونشيلها. يعني مثلا أنا نزلت السوق بعمل إيه؟ بجيب 2 كيلو طماطم ب20 جنيه وب5 جنيه خضرة لوحدهم، مش هعمل بيهم حاجة. ده بعيدا عن المصروف ال25 جنيه دول. طب هعمل بيهم إيه؟ أول ما أروح وأخلص اللي ورايا وأروق مطبخي بضرب الطماطم في الخلاط، وأقوم جايبة بصلتين حلوين وقرن فلفل ومعلقتين سمنة، وأقوم عاملة شوية تسبيكة حلوين للمحشي. ولما تهدى بقوم مقطعة الخضرة وغسلاها واسيبها لما تنشف خالص وانزل بالخضرة في قلب الصلصة. كده انا عملت كيس خلطة محشي بمنتهى الجمال وربطته وشلته. لو انا عندي كرنبايه في مره اقوم سلقاها ومقطعاها معايا الشهر كله، ابدا ان انا مثلا ايه، اكتب منيو كده لو انا هعمل مره محشي او مرتين. يا ستي انا عملت مره خارج مصروف البيت، يبقى المره التانية اعملها من مصروف البيت. يبقى انا كده مره عملتها خارج، جبت مره كرنبايه، جبت مره نص كيلو ورق عنب، نفس الكلام عملت مره الخلطه وطبقتها كده خلصتها وربطتها في كيس وشلتها. مرة تانية أنا معايا 10 جنيه هجيب بيها قمح بليلة، ولعت عليه وسلقته بالسكر وحطيت له ورقة الفانيليا وظبطته، ولما بردت خالص شلتها في كيس وشلتها في الفريزر. ليه؟ أبقى أطلعها يا دوبك على لتر حليب هو اللي هيبقى فاضل ومعلقتين النشا. يبقى أنا كده مثلا عملته وأنا عندي السكر دلوقتي مثلا في قلب البيت، فخلاص خدت كوبايتين من السكر. وفر معايا وقت ووفر معايا مجهود ووفر معايا فلوس. عايزة أقولك إن أقل حاجة بتوفر معاكي. ما بحبش نوع الستات اللي دايما بتستهزأ بالكلام، اللي دايما بتقول يعني انت جيتي على 10 جنيه قمح البليلة. لا انا بقولك على الموضوع كله. ممكن تكوني قايمة مرهقة من الصيام، تعبانة، عندِك ضيوف، جُه لِك على سهوة، فأنتِ تطلّعي الحاجة الحلوة اللي عندِك وتقومي عاملاها، نفس الكلام.
أنا مثلًا هاجيب نُص كيلو كنافة واشيلهم في الفريزر، وهكذا. جِبت إن كان ربع لوبيا، ربع فاصوليا، وهكذا. هابدأ إن الشهر ده أجيب حاجة، حاجة. أنا ما باقولكيش هنا زي ما بيعملوا 10 كيلو بسلة، الكلام ده إحنا عملناه قبل شهر رمضان، جبنا كميات. إنما اللي لسه ما جابش الشهر ده، أنا عايزاكِ إيه، تلحقي نفسِك في إيه، أجيب ربع كيلو عدس بجبة، أجيب ربع كيلو فاصوليا، أجيب ربع كيلو لوبيا، وهكذا. وأحضّر الحاجات ديًّا وابدا ان انا اخليها عندي. والله يا جماعه، لو كيسين ملح، لو ان انا هجيب علبه مرق الدجاج، لو انا هجيب ب 30 جنيه فلفل اسود اللي هو الحصى، واربطه واشيله، ولما يجي شهر رمضان ان شاء الله قبلها بيومين اطلع بقى الحاجات دي واطحن واخلي عندي. ليه؟ علشان انا كده كده بعمل نفس الاكل. يعني انا مثلا هعمل حله محشي، وهاعمل جنبيها فلفل أخضر، فلفل محشي وكرنب، وخلاص على كده. نفس الكلام أنا باعمله في رمضان، مش شرط إن أنا أعمل معاه لحمة وفراخ، لأ تمامًا. في أكلات باعملها لمّا بيكون عندي لحمة وفراخ باطبخ عادي، وفي أكلات إن أنا باعملها عادي من غير لا لحمة ولا فراخ. أنا ممكن أعمل اللوبيا والرز وملوخية وخلاص على كده من غير أي حاجة. وكوباية العصير هي اللي بتكون أهم حاجة، كوباية العصير عندي على الفطار. عايزة أقول لِك إن أنتِ برضه لو معاكِ دلوقتي هتجيبي كيلو بلح تغسليه وتصفّيه وتفصّصيه وتشيليه في كيس في قلب التلاجة أو في علبة في التلاجة. بينفع معاكِ، يبقى أنتِ شايلاه متفصص، ويا دوبك هتاخديه كل يوم تاخدي منه كبشة في قلب الدُرَق بتاعِك على شوية مَيّة سخنة. لمّا يطرى كده ويبقى حلو، قبلها تقومي حاطة اللبن والسكر. أنا كمان ما باحطّلوش سكر، هو بيبقى مسكّر كفاية. فعايزة أقول لِك إن شوية التجهيزات دي بتنفع معاكِ لشهر رمضان، وكمان بتقدري تستقبلي الشهر في ارتياح. في السرجة اللي بنجيب منها الرز والمكرونة والحاجات دي، بتبيع السكر سايب. لو أنتِ النهارده معاكِ 10 جنيه هاتي ربع كيلو سكر وشيلي. لو أنتِ معاكِ 20 جنيه، أنا باجيب كيلو السكر السايب ب38 جنيه. هاتي نُص كيلو سكر، هاتي كيلو. هتبُصّي تلاقي الحاجات دي نفعت معاكِ. يعني أنا ساعات بييجي عليَّ بالليل بافتح الكيس بتاعي بالاقي فيه فضة، بالاقي 17 جنيه فضة، بالاقي 15 جنيه. مش كل يوم. ابعتي بقى هاتي بيهم كيسين مكرونة، ابعتي بيهم. والله يا جماعة الفلوس معاكِ مش هيبقى ليها قيمة زي الحاجة في البيت عندِك لمّا هتبقى ثابتة. لو أنتِ عندِك كيسين مكرونة شايلاهم لشهر رمضان وعندِك كيس الصلصة، هتبُصّي تلاقي نفسِك عندِك مكرونة، اشتريتِ كيلو بطاطس، وجبتِ نُص كيلو طماطم، عملتِ طماطم مخللة وبطاطس محمرة ومكرونة، وعملتِ أحلى فطار فطرتِ بيه أنتِ وجوزِك وولادِك. البطن ما بتتفتش، المهم إن يبقى البيت عندِك مستور. إزاي تدبّري، والتدابير لله سبحانه وتعالى لشهر رمضان، إزاي تكون معاكِ الدنيا مستورة من أول الشهر لآخر الشهر. موضوع بقى إن إحنا موضوع السحور ده، ده بيبقى قصة وحوار. إن أنتِ تجيبي فول مثلًا تدمّسيه في البيت، إن أنتِ معاكِ تجيبي طبق بيض تخلّيه عندِك، تحوّشي حقّه مثلًا من دلوقتي، تشيلي 20 في 10 في 5 في 8 جنيه في وهكذا لغاية ما تكمّلي حق طبق البيض عندِك. وقبل شهر رمضان بكام يوم تبدئي إن أنتِ تجيبيه وتحطيه في علبة في قلب التلاجة. يبقى أنتِ كده جبتِ طبق البيض ده لشهر رمضان. تبُصّي تلاقي نفسِك جبتِ 5 كيلو بطاطس بال50 جنيه، هو بيعبّيها ب10 جنيه. وهكذا. أي قرش يفيض منِّك وأنتِ في السوق بتشتري حاجات، ابدئي إن أنتِ تجيبي، بس تبقي عارفة الهدف ده أنا هاجيب ليه. أنا مثلًا هاعمل محشي زي ما قُلت لِك، يبقى أنا هاجيب التسبيكة بتاعته وأحضّرها، هاجيب الكرنباية وهاعملها. أنا مثلًا هاجيب كشري، هاعمل في يوم كشري، يبقى أنا مثلًا هاجيب ربع مكرونة اسباجيتي على ربع مكرونة صغيّرة، نُص كيلو مكرونة كده أجيبها من عند العطار، أقول له عايزة نُص كيلو مكرونة مشكّلة، واربطهم واشيلهم في التربو أو في ضرفة المطبخ، دول لشهر رمضان عشان هاعمل بيهم كشري. مرّة أجيب 8 كيلو عدس، نُص كيلو رز، يبقى أنا كده ب5 جنيه شعرية، مكعبين ماجي، واحطهم في شنطة واربطهم، أنا دول جبتهم للكشري. طب يوم الكشري ده بقى معايا في رمضان، القرش اللي أنا هاعمله ممكن أعمل رز بلبن، وحق العصير، هاجيب السحور. هتلاقي ليهم 100 بند، أنتِ مش هتحوّشيهم، بس هيطلع لهم كذا بند. ساعات الواحد بقى في شهر رمضان بيعمل الطبخة ما بيبقاش معاه حق الحاجة الحلوة، فبييجي بعد مثلًا ما يفطر يبقى نِفْسه في حتّة كنافة، يبقى نِفْسه في حتّة بسبوسة، لو مش أنتِ العيّل الصغير هيبقى عايز.
فتقدري من دلوقتي وإحنا لسه في أول شهر شعبان ال30 يوم أو ال29 يوم اللي موجودين هتبدئي إن أنتِ تعملي الموضوع ده، علشان خاطر تقدري تضبطي الدنيا، تعرفي تعملي الفطار بتاعِك وتقدري تضبطي اليوم على قدر الاستطاعة. أنا مش باقول لِك بقى إحنا نجيب ديك رومي والّا نجيب بَط والّا اللي ربنا رازقه بيجيب، وإحنا الحمد لله في بيوتنا كلنا بنجيب، بس كل واحد على قد مقدرته، زي ما قُلت لِك كده أنا مثلًا هاكتب menu لنفسي وهاقول أنا هاعمل كذا وكذا وكذا، يا ستي أول أسبوع، يبقى أول أسبوع أنا ضبطته معايا. ضبطته من محشي، من كشري، من لوبيا ورز وشوربة لسان عصفور، يبقى أنا مثلًا أجيب ربع كيلو لوبيا، أجيب نُص كيلو رز، ربع كيلو شعرية، مكعبين ماجي، كيس لسان عصفور، واربطهم برضه واشيلهم، وهكذا. يبقى أنا هنا ضبطت معايا أول أسبوع، أول 5، 6 أيام، أول 7 أيام، وهتبُصّي تلاقيني في أول أسبوع في رمضان لو اتفضى برضه منّي معايا قرش، هابدأ إن أنا أعمل كده. وعايزة أقول لِك إن الموضوع ده يبقى أسلوب حياة، تقدري إن أنتِ تمشي بيه على طول، عشان إحنا كُلّنا بنمشّي بيوتنا كده، إحنا أصحاب أسرة، وزي ما أنتم عارفين بسم الله وتبارك الرحمن عندنا الأولاد ربنا يحمي، علشان نقدر نكمّل معاهم، عشان نقدر نسيطر على البيت. البيت استنزاف مصاريف. والله يا جماعة استنزاف مصاريف، فعشان تقدري تسيطري على المصاريف لازم يكون عندِك عقل. هاقول لكم أنا جِبت إيه، بُصّوا بقى، صلّوا على النبي، قولوا عليه الصلاة والسلام. طبعًا إحنا أكتر حاجة بنحتاجها، إحنا بنحتاج إيه، بنحتاج المنظفات. طيب هاقول لكم، بسم الله الرحمن الرحيم، استنوا بس أعدل الطرحة، هاجيب لكم مَيّة كده مضبوط، قولوا آه مضبوط. بُصّوا بقى، إحنا عندنا هنا الصابون بُصّوا في منتهى الجمال، ده صابون تركي ب5 جنيه الكيلو. أنا عملت إيه، أنا قعدت بصّيت كده في الحصّالة لقيت حوالي 100 جنيه، حطّيت عليهم 60 جنيه وجِبت الحاجات دي. أنا جِبت 3 كيلو من الصابون، دول طبعًا أنا هافضّيهم في القارورة بتاعة الصابون، أنا عندي قارورة كده وعندي أزايز كتير، فهافضّيهم وهاشيلهم، هاخد بس كيلو الأسبوع ده لغاية ما ربنا يسهّل بس كده على الأسبوع الجاي أبدأ بقى أشتري منظفات الشهر، بس ال2 كيلو دول أنا إيه، أنا هاشيلهم والكيلو ده أنا هاستخدمه، دول 3 كيلو بال15 جنيه. طَب أنا جِبت إيه تاني؟ تعالي كده بقى يا حبيبة هاتي الحاجات دي عشان أنا مش هاقدر أوطّي. بُصّوا بقى البرسيل الجِل ده أنا طبعًا أنتم عارفين إن أنا عندي الغسالة أم روحين، البرسيل الجِل ده جميل أوي، عند بتاع المنظفات برضه اللتر ب5 جنيه الكيلو يعني، فأنا باجيبه والله ريحته في منتهى الجمال، جِبت 3 كيلو، دول أنا باشيلهم بقى بُصّوا بقى، لمّا باعوز أغسل الحافظات في الغسالة، باغسل الستاير، باغسل حاجات غامقة، كل الحاجات دي بتنفع بقى معاها البرسيل الجِل، بافضّي الكيلو ده في الغسالة، فعايزة أقول لكم بيبقى ريحته في منتهى الجمال، بينضّف لي الحافظة وبينضّف لي الحاجات دي مع استخدام الكلور، دول برضه ب15 جنيه، فكده أنا جِبت الحاجات دي ب30 جنيه. طب باستخدم معاهم إيه تاني؟ ده Ariel الكيلو عامل 25 جنيه، ده النوع النضيف الحلو، يعني فيه ب15 وفيه ب25 جنيه، أنا جِبت 2 كيلو. بصراحة أنا هاستخدم كيلو وهاشيل إيه، كيلو لشهر رمضان. طب أنا ليه باشيل كيلو لشهر رمضان؟ علشان خاطر بيبقى الغسيل كتير، بتبقي دايمًا عايزة جلاليبِك مغسولة بسرعة، تبقي عايزة بيجاماتِك مغسولة على طول، بُصّي تلاقي جاي لِك ضيوف الأسبوع الجاي معزومين عندِك، تقومي واخدة الحاجة وتقومي غاسلاها، المصليات الحاجات ديًّا، فبتبقي برضه عندِك إيه، غسيل كتير. بُصّي ريحته في منتهى الجمال، حلو أوي، أنا جبت ال2 كيلو ب50 جنيه. طيب جبت إيه تاني؟ ده بقى اللي ما لوش حل، الدوني ده تحفة. بُصّوا، قال أنا باشِم يعني أنتم هتشمّوا يا جماعة الموضوع معايا. الموضوع والله في منتهى الجمال. بُصّوا أنا عايزة أقول لكم إن أنا الروايح دي يعني بتسبب لي انتعاش. دول 3 كيلو، أنا بقى هاشيلهم زي ما هم لإن أنا عندي دوني. ال3 كيلو دول برضه ب15 جنيه، بقى أنا جِبت ب15 جنيه برسيل جِل، وب15 جنيه دوني، وب15 جنيه صابون، يبقى كده كام؟ 45 جنيه، و50 جنيه يبقى كده 95 جنيه. شُفتوا بقى جِبت الدوني وصابون وأريال وبرسيل جل،
ب95 جنيه. طب أنا جِبت إيه تاني، جِبت 2 كيلو من الكلور، في كيلو تاني في الشنطة بس مش هاطلّعهم عشان إيه، ما يبهدلونيش، 2 كيلو ب10 جنيه، يبقى كده ال105. طيب بُصّوا بقى، أنا جِبت صابونة نابلس شاهين دي ب7 جنيه، صابونة نابلس شاهين دي في منتهى الجمال، عايزة أقول لكم إن تغسلي بيها شعرِك، تغسلي بيها الوش للحبوب، لو طبعًا أنتم عارفين إن أنا عندي البنات كلّها يعني السِن بيبقى مختلف 12 سَنة، 18 سَنة وهكذا، فبيبقى دايمًا إيه، أنتم عارفين البنات بيبقى دايمًا عندهم إيه، الحبوب الصغيّرة دي، فأنا جِبت صابونة نابلس شاهين دي ب7 جنيه حلوة جدًا ما بامنعهاش من عندي. والصابونة دي برضه أنا جايباها هاشيلها، دي ب15. طيب جِبت إيه، هُم عايزين فُرَش للأسنان، الفرشة ب10 جنيه، وجِبت المعجون السنان، وجِبت دول، كان دول بس بقية الفلوس الفضة. طيب، فعايزة أقول لكم دي الحاجات اللي أنا جِبتها، ودايمًا هافضل أقول لِك كل أمّا يبقى معاكِ جنيه فضة شيليه. حوّشتِ 15 جنيه هاتي 3 كيلو صابون، في ناس عندها كيلو الصابون بيعمل 10 جنيه، وناس عندها كيلو الصابون بيعمل 8 جنيه، وأنا قُلت علشان أنا ساكنة في منطقة مش هاقول سكنية، منطقة شعبية، فالمنطقة الشعبية بيبقى ربنا سبحانه وتعالى أنعم على أصحابها، من إيه بقى؟ يعني الرزق فيها إن الحاجة بتكون سعرها هويّن شوية، هنقول إن أنتِ عندِك في المنطقة بتاعتِك الصابون ب10 جنيه، يا ستي شيلي 20 جنيه وابعتي هاتي 2 كيلو حطيهم في إزازة وشيليهم تحت الحوض مثلًا، شيليهم في الدولاب بتاع المنظفات، في ضرفة المنظفات علشان خاطر ما تجيش جنبيهم، ما تقوليليش هُم دول هينفعوا، ممكن تكوني عايزة تغسلي مواعين، تروّقي مطبخ، تدعكي حمام ويكون الوقت متأخر، ما فيش حد ينزل ولا يطلع، فبتبقى الحاجة عندِك متوفرة، وكمان الناس في الأعياد بتقفل فترة طويلة، إحنا عندنا هنا بيقفلوا 20 يوم. فأنا بابدأ أجيب من قبليها علشان خاطر بيبقى التكدُّس في رمضان عندنا صعب، فباعمل حسابي من دلوقتي. ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعًا، ولسه تحضيرات شهر رمضان كتيرة، يا رب يبلّغنا رمضان وإحنا في أحسن حال. باحبكم أحلى أخوات في الدنيا، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.